It's never too late. ابتديت الكارير بتاعي وانا 34 سنه. قررت ان انا عايزه ابتدي اشتغل، مش عارفه اشتغل ايه. طيب انا دلوقتي عندي 34 سنه وعندي 3 صبيان كبروا شويه. where can I start؟ هي الطبق ده فرنساوي معروف جدا، قديم جدا، من اقدم الاطباق الفرنسيه. بس قبل ما انزل بالعصير العنب والشوربه لازم البصل بتاعي يلون. انا مروه مهنا، بشتغل طباخه في CBC سفره. عندي 4 ولاد، 3 ولاد وبنت. وعندي 43 سنه. بصي طبعا as a woman قصه تانية خالص، as a mother قصه تالتة خالص. اكيد we're blessed we're lucky ان احنا جايين في وقت او جيل المواضيع فيه مش صعبه انك تحققي نفسك. هي الفكره كلها المصاعب اللي احنا بنواجهها بتبقى common قوي. كل واحده ست بتفتكر ان هي الوحيده اللي بتواجه المشاكل دي which is not true. كلنا بنواجه تقريبا نفس المشاكل، كلنا بنواجه نفس الصعاب. الفرق الوحيد بيننا وبين بعض ان احنا مين بيسيك هيلب او بيدور على طريقه يتغلب بيها على الحاجات دي، وفي حد بيبقى تشالنجد شويه لسه محتاج حد يشجعه. اول حاجه انا كنت ام في سن صغير جدا، انا كنت ام وانا عندي 22 سنه. فكره ان انا خلفت وانا صغيره قوي خلتني ريسبونسبل من سن صغير قوي، وخلتني عايزه احقق لاولادي حاجات كتير. فتعلمت الطبيخ مثلا بسن صغير قوي، فانا بقيت 22 سنه بطبخ. قعدت 16 سنه في البيت، ما كنتش عايزه اشتغل ولادي صغيرين. فابتديت الكارير بتاعي وانا 34 سنه. قررت ان انا عايزه ابتدي اشتغل، مش عارفه اشتغل ايه. طيب انا دلوقتي عندي 34 سنه وعندي 3 صبيان كبروا شويه. where can I start؟ ما عنديش CV، ما عنديش اي هيستوري، ما عنديش اكسبيرينس. فابتديت الاول اشتغل شويه في الريل ستيت ماركت. ابتديت اتعلم يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه اكسل شيتس، يعني ايه برزنتيشنز. دي كانت تشالنج بالنسبه لي شويه. طبعا I was very challenged لان انا ابتديت في سن 34 سنه شغلانه الناس بتبتديها وهي 21 22. فما كنتش فاهمه قوي. دخلت شويه في مجال الستايلينج، اشتغلت ستايلست على اعلانات كتير في مصر الحمد لله and it was very successful. بس برضو ما كنتش لاقيه نفسي قوي. وبعدين ابتديت كارير الطبخ في سن 42 سنه. قررت وانا 42 سنه ان انا يعني اعمل الحاجه اللي انا بحبها. It's never too late. بصي it's never too late طبعا ده اكيد. ما كانتش سهله خالص خالص، لان انا ابتديت اعلم نفسي يعني ايه مثلا كاميرا. مش انا بحب اطبخ واخده كورسات ومتعلمه كويس طبيخ، بس مش متعلمه خالص. مثلا التشالنج كان عندي الكاميرا، المايكات، الاستوديو. ف it was a very challenging start. بس بصراحه الحمد لله الانفايرمنت كانت حلوه قوي. والناس اللي حواليا ساعدوني كتير. مانوفر بين ان انا اكلمهم في التليفون 24 ساعه ده تمرين وانا في شغلي ما كانتش سهله. بس زي ما بيقولوا مستاهله. and also ما ينفعش ان انت تكتفي نفسك. يعني كنت عايزه دايما احسس نفسي انا مش هكتف نفسي. انا لو ابتديت متاخر I can go somewhere. مجتمعنا علمنا ان في حاجات معينه، كليات معينه لو ما دخلناهاش ما ينفعش نبقى ولادهم بمعنى صح. يعني انت يعني انا وانا صغيره كنت انا نفسي، انا شخصيا كان نفسي اخش طب جدا، وبعدين مجموعي كان 96% وما جبتش طب. فانا من جوه ما اتضايقتش، انا من جوه حسيت ده اكيد ربنا مقدر لي يعني باث معين، ده مش الباث اللي انا المفروض امشي فيه. وبعدين مع الوقت ومع السنين، يمكن مع التعرض اكتر كمان لثقافات اجنبيه، لقيت ناس كتير جدا جدا بيشتغلوا حاجات كتير قوي مش مكسوفين منها. زمان كنت لو قلت لاهلي عايزه اشتغل ستايلست او شيف كانوا ديفنتلي هيرفضوا ديفنتلي. بابايا برضو يمكن يكون الله يرحمه حته من الحاجات اللي علمهاني او كنت حاسه ان هو اوكي فيها، موضوع انك تشتغلي في اي حاجه ليها علاقه بروحك. هو كان رسام، وهو كان اخوه الصغير بيانيست وهو اللي علمه المزيكا. فبالنسبه لي اي شغلانه ليها علاقه بالارت is something very beautiful. زي ما قلت لك it's never too late و there is no end. انا النهارده ما نجحتش في الحته دي، خليني اهدى، اعمل بوز، افكر الاول ليه ما نجحتش في الحته دي، اطلع المساوئ او العيوب اللي جوايا اللي خلتني ضعيفه في حاجه معينه او فشلت في حاجه معينه، اتعلم منها الاول واتوجه صح بعد كده لبلان بي. فانا شايفه الخطوات اهم بكتير
من بلاننج كذا حاجه او كذا خطه في حياتك. خطواتك لوصولك لاحسن فيرجن من نفسك الاول، ولما بتوصلي لاحسن فيرجن من نفسك بتطلعي ديفينتلي احسن حاجه جواكي.